لو انت شفت الفيديو اللي ظهر لك دون فانت اكيد عارف ان في حاجه اسمها موري باتن، اما لو انت لسه ما تعرفش فدوس عليه وخش شوفه دلوقتي. اما بقى دلوقتي فاحنا هنعرف ازاي نحل المشكله دي في الايديت. يلا بينا. زي ما احنا شايفين الصورة زي اللي عندنا دي كده، لو دخلنا زوم شوية هنلاقي ان الخطوط زي ما احنا شايفين التموجات باينة، او اللي هو الموري افكت باين. ده مش بيبقى احسن حاجة. صورة زي دي كده نلاقيها باينة قوي، مش محتاجين نخش زوم، هي باينة قوي. نفس الكلام الصورة زي دي من بره هي باينة. ده بيبقى مشكلة معانا، فدلوقتي هنعرف ازاي نشيلها وبخطوة سهلة جدا جدا جدا. اول حاجة هنعملها هنيجي عند قائمة الماسكينج اللي هي دي، ندوس عليها هنلاقي كلمة البرش، ندوس عليها. بعد كده نيجي بقى هنا عند اللبس او عند الحتة اللي فيها المشكلة ونعمل سيلكت كده. هي واضحة قوي في الخطوط اللي هنا، خلينا نعملها في واحدة بس عشان تبان شوية. نرجع تاني عند الاختيارات دي، هننزل تحت كده هنلاقي في الكلمة اللي هي موري او موراي دي الاسم بتاعها. نبتدي نزود الاسبكت ريشيو كده، نلاقي انها اختفت تماما، وده الفرق ما بينهم. خلينا نختار في صورة اوضح شوية تكون موضحة الموضوع. صورة زي دي طبعا باينة قوي فيها. نعمل نفس الفكرة اللي احنا قلناها سريعا، ماسكينج البرش، بعد كده نعمل سيلكت، خلينا نعمل عند ناحية واحدة كده وننزل تحت كده عند اللي هي الموري ونزود. في اقل من ثانيه هنلاقيها اختفت. قبل وبعد اهي هنلاقيها اختفت تماما كده. خلاص احنا عملنا ماسك بالافكت ده. بعد كده نقدر نعمل زي ما احنا عايزين كده، وهنلاقي ان الهدوم زي ما هي، مفيش اي اختلاف في الالوان، مفيش اختلاف في التفاصيل، مفيش اختلاف في اي حاجه، بس الافكت ده بيتشال. هي بس في حته هنا بس. تمام وبس كده. يبقى كده احنا حلينا مشكله الموري باتن. فاكتبوا لي لو انتوا عندكم اي مشكله تاني عشان نحلها. بس كده، سلام.